السلام عليكم. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل تأثير الجليتش مع التكست، ونقدر نستعمل التأثير ده كإنترو او نقدر نطبقه على اي صورة او فيديو معانا في المشروع. هنعمل الاول نيو كومبوزيشن وهنسميها تكست. هنديلها هاي 200 بكسل، فريم ريت 30 وديوريشن 10 ثواني. هروح للتايب تولز واكتب وليكن جليتش. هعمل الاين للكومبوزيشن، هضيف خصائص انيميشن، هضيف انيميت للاوباسيتي عندي. هروح في بدايه التايم لاين، هعمل بس اصفر اعمل زيرو للاوباسيتي هنا عشان ابتدي ادي انيميشن مع الرينج. هاجي عند الستارت اعمل كي فريم، همشي حوالي ثانيه ونص او ثانيه و15 فريم، وهعمل كي فريم تاني 100%. هعمل ايز للكي فريم، اضغط F9 واروح للجراف اديتور، اعلم على الكي فريم الاخير، اضغط كنترول شيفت واجيبه شمال. يعني هيبقى التأثير زي كده. ممكن اعمل احسن شويه في الانيميشن، اروح للادفانسد وهعمل الراندوم، اخليها اون زي كده بالظبط. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل بروبرتي تانية اللي هي التراكنج، يعني السبيسنج للتكست. ممكن اعمل عليه انيميشن. طبعا السبيسنج هو موجود هنا عندي في اليمين اللي هو الجزء ده، بس عشان انا اعمل كي فريم لازم اضيف هنا انيميشن. هقول انيميت واعمل اضيف تراكنج انيميشن، وهاجي برضو في البداية خالص هقف عند تراكنج اماونت، هعمل كي فريم هرجع بيه اصغره شويه، هعمل -60. هروح للكي فريم الاخير واخليه ارجعه تاني لقيمته الاصليه اللي هي 0. بس في حاجه مهمه هنا عشان انا ما يحصلش لخبطه في هعمل سنتر للانكر بوينت، يعني اخلي الانكر بوينت، هقف هنا اضغط كنترول دبل كليك، اخلي الانكر بوينت في نص التكست بالظبط، ونعمل ريفيو. هيبقى التأثير زي ما احنا شايفين كده، تأثير يعتبر يعني لحد ما حلو جدا، هيساعدني وانا بعمل الجليتش افكت، هيديني الشكل برضو احترافي شوية. كده انا خلصت التكست. هعمل سكوير او هعمل ريكتانجل حوالين التكست، يعني بعد ما التكست يظهر يبقى في عندي زي مربع حوالين التكست. هعمل نيو شيب لاير، خلي الفيل عندي بدون فيل، الستروك سوليد كولر 5 بكسل يعتبر حلو جدا. هروح هنا اعمل ريكتانجل، هعمل له الاين في نص الكومبوزيشن، وابتدي اعمل انيميشن للريكتانجل. يعني هبدا عشان اعمل انيميشن هغير السايز بتاعه على الاكس اكسس، هعمل دبل كليك يو مرتين هيظهر معايا السايز. هشيل الاسبكت ريشيو من هنا، هروح للثانيه اللي هي دقيقه او ثانيه و15 فريم، وهعمل كي فريم، وهرجع تاني لبدايه التايم لاين وهخلي الاكس اكسس 0 زي كده بالظبط. برضو هعمل ايز F9 كنترول شيفت واخد شمال. خلينا نشوف بقى الشكل النهائي، الشكل عامل كده بالظبط. كده خلصنا اول كومبوزيشن معانا. هنروح للكومبوزيشن الثانيه اللي هي هنسميها مثلا ترانزيشن. هعمل كومبوزيشن نيو كومبوزيشن ترانزيشن، بس هرجع الارتفاع عندي للارتفاع العادي اللي هو الاتش دي ل 1080 30 فريم ريت و10 ثواني. هنزل بالتكست معايا
هعمل شيب لاير تانية. في شيب لاير ممكن اعمل شيب لاير تديني حركه مع احساس الجليتش، الافكت بتاع الجليتش. فهعمل نيو شيب لاير من ريكتانجل زي كده، بس هديله فيل المره دي، يعني هديله فيل لون ابيض وهلغي الستروك، مش عايز ستروك. هنزل على الشيب لاير الافكت اسمه سي سي بول اكشن. السي سي بول اكشن بيعمل ايه؟ بياخد الالوان اللي موجوده في اللاير وبيحولها لي، اللي بيعمل لي جريد او شبكه من السفير، بيعمل لي شبكه بين السفير. والافكت ده 3 دي بالمناسبه، يعني لو شفنا هنا الايكون هنا فوق هو 3 دي. فببتدي اتحكم في البول سايز عشان يظهر معايا، مثلا ابتدي اصغرها شويه. شايفين ايه اللي بيحصل اهو؟ مثلا ادي القيمه 50، هخلي بس الشيب لاير ده يعني اعمل له توجل، او يعني يظهر يعني لمده 10 فريم بس عشان يديني الايفكت بتاع الجليتش. فاول لما التكست تبتدي تظهر معايا من هنا كده، يعني حوالي تقريبا 10 فريم، هلغي هنا، هقص اللاير، هقول كنترول شيفت دي، تمام، وهعمل ديليت للجزء الاولاني، وهمشي 10 فريم كمان، وهعمل كنترول شيفت دي، وهلغي الزياده كده. يبقى انا عندي بالظبط الشكل ده بيظهر لمده 10 فريم. عملنا ريفيو. ماشي، عايز اكرر بقى الشكل واغير السكيل واغير البوزيشن بتاعه. فهعمل دوبليكيت كنترول دي، وبعدين الليفت براكت، هاخده بقى اغير المكان بتاعه وليكن هنا كده، وابتدي اغير الايه السكيل بتاعه. خليني اعمل كنترول زد ارجع، هضغط دبل اليو مرتين، هروح للسايز، اقلل الاكس بتاعه شويه، اقلل الهوريزونتال، المسافه الهوريزونتال، واقلل ممكن الفيرتيكال برضو، بحيث ان انا اغير الشكل بتاع الشيب. هعمل منه كوبي كنترول دي، هروح للشيب اللاير التاني واضغط ليفت براكت. حرك الشيب لاير، اجيبه هنا مثلا واغير برضو، اضغط يو مرتين واديله سايز، اغير السايز بتاعه، ممكن اصغر الاكس واكبر الواي شويه زي كده. احاول ان انا اقربهم ناحيه التكست. هروح للتاني، هروح للاولاني هنا، اقربه شويه من التكست. تمام، خلينا نعمل ريفيو. هقلل الريزوليوشن شويه عشان الريندر يبقى سريع معايا، واعمل ريفيو مره تانية. كده يبقى انا خلصت الشيب لاير وعملت التكست. ممكن اعمل ايه في التكست؟ يعني ممكن ادي للتكست انيميشن برضو عن طريق التوجل هولد فريم، ان انا اغير في السكيل واغير في البوزيشن للتكست. هيديني انيميشن يعني ويديني تاثير الجليتش. فهاجي هنا عند التكست، اضغط على البوزيشن وهعمل كي فريم، وهاخده مثلا اغير مكانه شويه، اخده مثلا هنا كده اهو.
واروح للسكيل برضو في نفس الوقت. السكيل هعمل منه كي فريم وايه وهصغر شويه زي كده. همشي 10 كي فريم او همشي 10 فريم عفوا. هغير برضو في البوزيشن وفي السكيل. اجيبه مثلا هنا واجي في السكيل ممكن اكبر شويه قول 110. همشي 10 كي فريم كمان، همشي 10 فريم عفوا. هغير البوزيشن تاني بتاعه، اجيبه هنا واغير السكيل بتاعه خليه وليكن 55%. همشي 10 فريم وهرجع البوزيشن بتاعه في النص زي ما هو كان موجود. خلي السكيل 100%. خلينا نشوف بقى دلوقتي كده. شايفين احنا ايه اللي حصل معانا بالظبط؟ السكيل الفريم اللي حصلت او الكي فريم اللي عملتها اداني الشكل. طبعا مش احترافي اطلاقا، انا عايز ما يكونش فيه تدرج. انا عايز اعمل جامب من كل كي فريم للتاني، مش عايز يحصل تدرج في السكيل او في البوزيشن. فبعمل ايه؟ بقف على كل الكي فريم هنا وبضغط رايت كليك وبقول له توجل هولد فريم. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. شايفين التأثير ده؟ التأثير يعتبر طبعا يعني حلو جدا. ممكن انا اقلل شويه المسافات او اقلل الزمن شويه، اضغط على الالت وادخل بيهم شويه لجوه كده. حاجه زي كده بالظبط. يبقى احنا كده خلصنا الترانزيشن بتاعنا. ناقص ان انا اعمل بقى الخطوه الرئيسيه اللي هو الجليتش نفسه. يعني عشان انا اعمل الجليتش اللي هو يعني ايه، بمط التكست نفسه، يعني بعمل ديسبيسمنت للتكست. فبعمل ادجستمنت لاير، بقول نيو ادجستمنت لاير وبسميها جليتش، وبنزل عليها الافكت اللي هو ديسبيسمنت ماب. زي كده. ايه بس لما بستعمل الديسبيسمنت ماب لازم اعمل زي ما قلنا الماب، يعني لازم اعمل الماب للديسبيسمنت هتستعمله كسورس. فبعمل نيو كومبوزيشن وبسميها ماب، بقول له اوكي. الماب عندي دايما زي ما كنت يعني عملنا اكتر من فيديو ان الماب بيبقى غالبا بعتمد على الجري سكيل، يعني بعتمد على الاختلاف في الجري سكيل للبكسل. فاسهل طريقه بالنسبه لي ان انا استعمل حاجه تديني تكستشر في جري سكيل. فاكتر حاجه طبعا بنستعملها اللي هو الفراكتال نويز. هنروح للفراكتال نويز بس هعمل سوليد الاول، نيو سوليد. هنزل عليها الافكت الفراكتال نويز. هبتدي اغير حاجات بسيطه، اخليها مثلا بلوك. اكبر شويه الكونتراست. كل ما بزود الكونتراست بيحصل الديسبيسمنت بيتحرك معايا، البيكسل بتاخد حركه اكبر. فممكن نخليها مثلا 300. البرايتنس ممكن اصغر، اقلل التفاصيل شويه يعني الخاصه بالافكت. كده الافكت يعتبر كده كامل معايا. ممكن انا اغير برضو في الترانسفورم او في السكيل. هلغي هنا اليونيفورم سكيلينج وابتدي اتحكم في الاكس والواي زي ما انا عايز. شايفين انا كل ده بدي ايه؟ بغير كل ما يبقى عندي اختلافات وبيكسلز مختلفه الالوان او الجري سكيل متوزع على اكتر من بيكسل. زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنعمل راندوم او للتكستشر، وبكتر الابيض والاسود. كل ده بيديني ديسبيسمنت زياده لما بستعمله مع الافكت اللي هو ديسبيسمنت ماب. هروح انزل الماب معايا هنا، هخفيه خالص. هروح للجليتش افكت
اخلي السورس بتاعي اللي هو الماب. شايفين ايه اللي حصل اول ما نزلت الافكت؟ هروح اقول له الافكت مع الافكت مع الماسك، بحيث لو منزل افكت على الماب ينزل معايا. انا عايز الافكت ده يشتغل معايا على الديسبيسمنت هوريزونتال، على الهوريزونتال، مش عايزه يشتغل معايا على الفيرتيكال. فبعمل انا ايه؟ بلغي اخلي الفيرتيكال ديسبيسمنت زيرو، وبعمل كي فريم هنا عند الاكس او الهوريزونتال ديسبيسمنت اخليه 75، وبمشي برضو حوالي ثانية ونص وارجعه زيرو. تمام. خلينا نشوف كده ايه التأثير. الماب اهو. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز ارحل دول شويه، يعني عايز امشي هنا 10 فريم، هرحل دول شويه معايا، مش 10 فريم كمان، عايز ارحل دول معايا شويه. زي كده ونشوف. طيب انا عايز ارحلهم برضو اكتر، وفي نفس الوقت هاجي هنا للتكست، هقلل شويه المسافه اللي هنا، هضغط الت، اقربهم من بعض شويه، حاجه زي كده، يبقى اداني ايه؟ تاثير اسرع شويه واداني تاثير احترافي. خليني اعمل ريفيو مره تانية. طيب هي بس باقي الدخله بس اللي هنا دي، اللي هي البدايه دي، اللي هي مش عجباني، اللي هي الظاهر لوحده وهو فوق. فانا ممكن اعمل انا ايه؟ فانا هقرب، هاخد دول معايا للاول خالص، يعني هحاول انا اخد دول معايا للاول خالص. خلينا نشوف. يعني شايفين كده يعتبر احسن شويه، وارجع بقى دول تاني ممكن 10 فريم، يعتبر كده كويس. اعلم عليهم، خدهم من هنا كده. خلينا نشوف التأثير. كده يعتبر احسن شويه بكتير. خلصت انا كده الترانزيشن وخلصت الديسبيسمنت ماب. هعمل اخر حاجه عندي، هعمل سبليت للار جي بي، يعني ده بيديني برضو تاثير حلو جدا. فبعمل بروح للكومبوزيشن واقول له نيو كومبوزيشن، اخليه ده اللي اسميه الريندر او الفاينل. هاخد معايا اللي هو ترانزيشن زي كده. هعمل سبليت للالوان، يعني انا عايز اعمل سبليت للالوان. عشان اعمل سبليت للالوان بستعمل الايفكت المشهور جدا اللي هو الشيفت تشانل. انا بعمل دبل كليك ينزل معايا. هبتدي اعمل منه 3 نسخ، يعني هعمل من اللاير دي 3 نسخ. النسخه الاولانيه هفعل فيها بس الريد، والنسخه الثانيه هفعل فيها الجرين، والثالثه هفعل فيها البلو. هعمل كنترول دي، كنترول دي، جرين، هقفل هنا، هلغي الريد وهلغي البلو، هروح للتالتة. البلو خلينا نشوف، مش هنشوف طبعا ايه غير الاحمر، لان الاحمر هو اللي ظاهر في فوق. فممكن اعمل شيفت شويه لللاير،
يعني هعمل شيفت لللاير دي بس عباره عن كي فريم واحده، اروح لللاير ثانيه، هعمل فرق بينهم بس فريم واحد. خليني ارجع من الاول معلش. هتح- هتحرك فريم واحد من هنا وشفت الترانزيشن دي فريم واحد، اضغط ليفت كي براكت، هتحرك في فريم تاني واضغط اللي فوق ده، هروح اللي فوق واحركه، اعمل ليفت براكت. خلينا نشوف. باقي لي بس ان انا اغير البلندنج مود هنا، خليها مثلا اد، وهنا خليها اد. شوف التأثير بتاعنا عامل ازاي. في التأثير يعتبر يعني لحد ما انترو، تقدر تستعمله كانترو وتقدر تضيف عليه ساوند افكت، هيدي لك يعني تأثير جليتش ممتاز جدا تستعمله كانترو. وتقدر تستعمل نفس الافكت اللي هي الديسبيسمنت ماب او الجليتش عموما مع اي صورة او مع اي فيديو. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده، وان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي، وشكرا والسلام عليكم.